السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنقول مع بعض كده سؤال، يعني ناس كتير اتلخبطت فيه وإجابته مختلفة ما بين كتاب الامتحان وكتاب التفوق. طب احنا نختار انهي إجابة؟ في كتاب الامتحان تقريبا مختاروا ألف. طب في كتاب التفوق مختاروا ليا، اللي هو بالنسبة لي ثلاث حلقات كربونية اللي هي الإجابة د. فهختار السؤال ده بناء على إيه؟ أقول لك أنا دلوقتي وتعالى نفهم واحدة واحدة كده. والسؤال ده مصدره ايه وجاي منين؟ بص كده يا باشا، ده سؤال طبعا موجود عندك في الدي ان ايه. السؤال ده بيقول لك ما قطر او عرض كل درجة في جزيء الدي ان ايه. اولا السؤال ده تجريبي بتاع السنة اللي فاتت، اللي هو تجريبي 2025. حلو كلام. طيب هنا بيقول لك ما قطر او عرض كل ايه درجة في جزيء الدي ان ايه. هتلاقي كتاب الامتحان مجاوبها لك 2 نيوكليتيد، هتلاقي كتاب التفوق مجاوبها لك 3 حلقات كربون. طيب انا المرجع الاول والاخير ليا هو مين؟ سؤال هنا. السؤال ده جاي منين؟ جاي من الوزاره، صح؟ والمرجع الاول والاخير ليا في الوزاره هو الكتاب المدرسي. فانا عاوز افهم الكتاب المدرسي قال لي على كلمه درجه دي عباره عن ايه، على كلمه درجه في الدي ان عباره عن ايه. ده اهم حاجه بالنسبه لي عشان افهم واقول الاجابه هل هي 2 نيوكليتيده ولا 3 حلقات ولا 3 حلقات كربون. لازم أنا افهم قطر وعرض كل درجة. كلمة درجة في جزيء الدي ان ايه المقصود بها ايه؟ هل المقصود بيها القاعدتين النيتروجينية، ولا المقصود بيها اللي هو السكر والقواعد النيتروجينية والسكر الناحية التانية؟ فده اللي يرجع لك يا حبيبي عشان لما تيجي تجاوب السؤال زي ده وتجاوبه صح وتعتمد وتكون واثق من اجابتك، لازم ترجع للكتاب المدرسي. فهنبص على الكتاب المدرسي ونقرا مع بعض. بص بقى يا باشا، قال لك بعد ان نشرت فرانكلين صوره الدي ان ايه بدا سباق رهيب بين العلماء واتسون وكريك اهو. وقال لك بقى عملوا ليه النموذج بتاعهم، وقال لك يتركب هذا النموذج من شريطين يرتبطان كالسلم الخشبي، حيث يمثل هيكل السكر والفوسفات جانبي السلم. حلو كلام. يعني الجانب بتاع السلم بيمثل ليه هيكل السكر والفوسفات جانب السلم. طب يا استاذ فين الاجابه؟ اقول لك، بينما تمثل القواعد النيتروجينيه درجات السلم. ده اول حاجه اهو. يعني كلمه درجه بالنسبه للينا او بالنسبه لمنهجنا اللي احنا بنتكلم عليه، درجه السلم هي القواعد النيتروجينيه وليس الحلقات اللي بتاعت السكر الموجوده عندك في الجانب. دي مش درجه خالص، او درجات السلم. لا وزيدك كمان، بص في الكتاب يقول لك وتتكون كل درجه، ومن ضمن الحاجات المتعدله بتاعت السنه اللي فاتت، وتتكون كل درجه من ايه يا استاذ؟ بتكون كل درجه من الادينين مرتبطا بالصيمين، يعني قاعده وقاعده، قاعده حلقتين مع قاعده حلقه واحده. حلو كلام اهو. او من الجوانين حلقتين مع مين؟ مع حلقه واحده. اللي هو مين بقى يا استاذ؟ اللي هو السيتوزين. جوانين حلقتين مع حلقه واحده اللي هو السيتوزين. وفي كل درجه قد توجد اي من القواعد الاربعه على اي من الشريطين، يعني اي قاعده من دولت ممكن تكون موجوده على اي من الشريطين. وفي كل درجه، بيأكد أهو، وفي كل درجه بيرتبطوا بروابط هيدروجينيه، حيث توجد رابطتين بين الادينين والصيمين، بينما يرتبط الجوانين والسيتوزين بثلاث روابط هيدروجينيه. يبقى الموضوع منهي. وقال لك هو حيث أن كل زوج من القواعد النيتروجينية التي ترتبط مع بعضها البعض يحتوي على قاعدة ذات حلقة واحدة وأخرى ذات حلقتين، فإن عرض درجات السلم يكون متساوي. يعني عرض درجة السلم بتساوي قاعدة ذات حلقة واحدة وأخرى ذات حلقتين، ويكون شريطي الدي ان على نفس المسافة من بعضهم البعض على امتداد جزيء الايه؟ الدي ان. يبقى الكلام واضح وصريح هنا في السؤال يا حبيبي، ان الدرجه بيتكلم ليا في الدرجه عن القاعدتين، بيتكلم ليا عن القواعد. الدرجه بيتكلم فيها عن القواعد النيتروجينيه، ما بيتكلمش فيها عن الحلقات بتاعه السكر. فالدرجه الواحده، الدرجه الواحده هتساوي كام بقى؟ هتساوي ليا نيكوليتين؟ لا، هتساوي ليا حلقات 3 حلقات كربون.
يبقى الإجابة ساعتها تبقى الإجابة بالنسبة لي د. طب إمتى إن أنا أختار أصلا ألف؟ إمتى أختار الإجابة تكون ألف ديت؟ بس إحنا قلنا طبقا للسؤال هنا، أو طبقا للي أنا جايبه لك من الكتاب المدرسي. أنا مش بجيب لك وأقول لك ده معلومة كذا ولا معلومة كذا، لا، أنا بقول لك من الكتاب المدرسي أهو. فمن الكتاب المدرسي قال لك إن الدرجة بتساوي لي 3 حلقات كربون. حلو كلام. فيبقى بالنسبة لي 3 حلقات كربون هي الإجابة صح. طب إمتى أختار 2؟ لما يديلك شكل زي ده أهو، ويقول لك مثلا، وهو اللي يحدد لك، ما يقولكش درجه، لان انا بالنسبه لي دي درجه، دي اسمها درجه، ودي كده اسمها درجه، دي مش اسمها درجه، الحته دي كده مش اسمها درجه. لما يجي يشاور لك على الجزء البعيد ده كله ويقول لك ده مثلا س، ويسالك ويقول لك عدد الحلقات الموجوده مثلا في س، ساعتها هتقول لي كام؟ ساعتها هتقول لي كام يا محترم؟ هتقول لي 5، اللي هو بيساوي لي مين؟ الاتنين نيوكليتيد. ساعتها اللي بيساوي لي الاتنين نيوكليتيد. عشان كده يا جماعة الخير احنا دايما بننبه على الأسئلة، ودايما بننبه ان القراية من الكتاب المدرسي والله هتفيدك مش هتضرك. اولا هتعرف حدود منهجك، بعيد عن الكم المعلومات اللي بيزداد، انت تعرف حدود منهجك الاساسي، والكم اللي احنا بنزوده مهم برضو، بس حدود منهجك اهم، لان دي الاسئله اللي هتيجي منها والاجابات هتبقى من خلالها. فيبقى السؤال رقم 21 ده اهو هيبقى ليها الاجابه د. نشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.